زحمة الحياة وضجيجها. هل تساءلت يوما عن القوة الكامنة وراء طريقة تفكيرك؟ إن الإيجابية ليست مجرد فكرة، بل هي نور يبدد عتمة الأيام. التفكير الإيجابي ليس رفاهية، بل هو السبيل إلى بناء حياة نقية مملوءة بالأمل والتفاؤل. قد لا نملك السيطرة على الرياح، ولكننا دوما قادرون على تعديل أشرعتنا. وهكذا هو التفكير الإيجابي، بوصلتك في بحر الحياة. حين تضع التفكير الإيجابي موضع القائد، ترى في العثرة درسا، وفي الظلام بصيص نور، وفي الألم دافعا للنهوض. الأمل هو الإيمان الذي يلهمنا، والتفكير الإيجابي هو ذلك الإيمان الذي يترجم إلى أفعال. الناجحون لا يسيرون في طريق خال من الأشواك، لكنهم يحملون في قلوبهم يقينا بأن الزهور ستنبت على جانبي الطريق. لا تترك لظلام الأفكار السلبية أن يعبر إلى قلبك، فهناك دوما شعلة بداخلك تنتظر أن تضيء العالم. إن جمال الحياة لا يكمن في خلوها من المصاعب، بل في قدرتنا على رؤية النور وسط العتمة، وتقدير اللحظات الصغيرة التي تمنحنا السعادة. كل صباح جديد يحمل بين طياته فرصة جديدة لنفكر بإيجابية، ونخطو خطوات نحو الأحلام التي تسكن قلوبنا. إذا كنت تشعر بثقل الأيام، فتأمل قليلا كيف يمكن لفكرة إيجابية واحدة أن تغير مسار يومك. شاركنا كيف ترى النور في التفاصيل الصغيرة. أخبرنا ما هو أعظم درس تعلمته من موقف صعب، وكيف ساعدك تفكيرك الإيجابي على تجاوزه. أغمض عينيك للحظة وفكر، ما هي تلك الفكرة الإيجابية التي تستحق أن تبني عليها مستقبلك؟ شاركنا خبراتك. تذكر دائما، الأفكار هي بذور المستقبل، وما نزرعه اليوم من إيجابية سنحصده غدا ثمارا من سعادة ونجاح. إن الطريق إلى حياة مليئة بالنور يبدأ بخطوة صغيرة نحو الإيجابية، خطوة تعيد رسم معالم الواقع برؤية ملؤها الأمل. في كل لحظة اختيار، كن أنت حامل شعلة الإيجابية، واسمح لها أن تنير طريقك وطرق من حولك. وفي النهاية، تذكر دائما أن الإيجابية ليست مجرد طريقة تفكير، بل هي أسلوب حياة. هي المفتاح الذي يفتح لك أبواب النجاح والسعادة. اختر أن تكون إيجابيا، وسترى كيف تصبح الحياة أجمل وأكثر إشراقا. دمتم مصدرا للضوء والتفاؤل في عالم مليء بالفرص. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. وإلى اللقاء مع فيديو آخر جديد.